مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت، واهلا بيكم في دردشه جديده من السينماتولوجي بودكاست اللي كل اسبوع انا محمد ابو سليمان وصديقي العزيز جدا اسماعيل راضي بنختار فيلم عظيم من السينما المصريه والعالميه علشان نفصصه وندردش فيه. والنهارده عندنا حلقه مختلفه جدا، حلقه تعتبر كده تجربه جميله جدا وظريفه جدا. صراحه سمعه هو كان صاحب الفكره دي، بس سعداء جدا 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 بوجود ضيفتنا النهارده سلمى. هخلي بقى سمعه هو اللي يدي الانترودكشن، لان دي من افكار سمعه النميسه. يدينا كده فكره ازاي كل ده ابتدى ازاي، ويعمل انترودكشن طبعا لضيفتنا العزيزه سلمى. صباح الخير يا سولي، صباح الخير يا سلمى، ازيكم؟ صباح النور، كله تمام. احنا سعداء جدا النهارده ان معانا ضيفه يعني فريش كده ولذيذه ودمها خفيف، ويعني من جيل مختلف. انا مش عايز بقول بقى، دايما سولي بيتريق يقول لي بابا جده، يعني جيل كده يعني يبعد عن جيلنا شويه انا ومحمد. القصه ابتدت ان احنا لما كنا بنعمل حلقه كشف المستور، فيلم كشف المستور من حوالي 3-4 اسابيع كده. فانا بعد ما خلصت فرجه على الفيلم واتفرجت على التحليل بتاع سولي من فيديو اسي قديم، فكنت كاتب تحليل فيلم كشف المستور، فطلع لي كذا حاجه. من ضمنهم لقيت كده فيديو حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، قناه كده لطيفه، قمت دوست عليه فطلعت لي قناه لطيفه اسمها سلمى تسأل. وقعدت اتفرجت، لقيت اسلوب فريش. اولا لقيت اللي شد انتباهي ان لقيت ان يعني جيل، يعني بنوته شكلها لطيف كده، وجيل بعيد عننا قوي. الله، يعني حتى هي يعني مولوده بعد الفيلم اتعمل. فعجبني جدا طرحها والابروتش بتاعها، يعني ابروتش عصري كده لفيلم. يعني هي مش معاصره ليه باي حال من الاحوال، لا معاصره لصناعته ولا معاصره للفنانين بتوعه ولا معاصره للكونتكست بتاع الفيلم، ولكنها قدرت انها يعني تلاقي ريليفنس او تلاقي ارتباط ونقاط ارتباط، وعملت تحليل لذيذ قوي مختلف عن التحليل بتاعي او التحليل بتاع سولي او التحليل بتاع الجيل بتاعنا. وحصل كده يعني تواصل كده بيني وبينها، ودعيتها بقى انها تيجي معانا نتكلم عن فيلم تاني. ومن هنا بقى هترك بقى ان انا ارحب بسلمى طبعا قبل اي شيء، واتركها انها تعرف نفسها لجمهور سينماتولوجي ومتابعين سينماتولوجي. اتفضلي يا سلمى. اولا انا شكرا جدا، انا بحب السينماتولوجي جدا وبتابع السينماتولوجي من زمان قوي قوي قوي، من ايام الفيديو اسيز. والموضوع بدأ بان انا سلمى، انا خريجة اداب انجلش جامعة القاهرة، وبحب اي نوع من الفن، مش بس السينما، اي حاجة فيها قصة حلوة، كتب والاغاني والفيديو جيمز والسينما طبعا. انا في اول حياتي في طفولتي كنت عايشة برا مصر، فما كانش عندي اي نوع من الفرصة ان انا اكبر على التلفزيون المصري الطبيعي العادي. ولما رجعت مصر هنا اكتشفت ان الناس في مصر 90% من اللغة بتاعتهم مبنية على الإفيهات والجمل اللي موجودة في السينما. فلما نزلت الجامعة وبعد كده سوق العمل، بقيت حاسة ان انا في جزء ساقط مني جامد، في حاجة، في إفيهات، في جمل، في ريفرنسز طول الوقت وقع مني. وانا يعني طول الوقت ده انا بحب السينما جدا، والسينما كنت بستكشف السينما الاوروبيه والالمانيه والايطاليه، وما عنديش مشكله خالص ان الفيلم يبقى طويل وصعب، ودي نوع من انواع التمرين اللي انا بحب اتمرنه دايما. واكتشفت على كبر من 1.5 سنة 2 ان انا ما عنديش اي معلومات عن السينما المصريه، وحسيت ان دي حاجه مش كويسه خالص وعيب خالص يا سلمى. خالص صفر. يعني انا يعني لحد من 1.5 سنة ما لا. كانش عندك اي فكرة عن السينما المصرية خالص؟ صفر. يعني اول فيلم لعادل امام اشوفه كان من 1.5 سنة على سلمى تسأل. انت مواليد كام يا سلمى؟ انا مولودة سنة 2000. اوكي. ها وبعدين؟ فكنت حاسه ان انا عايزه اولا مش بس استكشف اللغه اللي الناس كلها بتتكلمها، استكشف السينما انا لو شفت سينما شبهي وبتتكلم عن اللغه بتاعتي والتاريخ بتاع بلدي، هعرف نفسي اكتر، هعرف اللي حواليا اكتر، هعرف الدنيا اكتر. فقررت ان انا طب ما انا اصلا بعمل محتوى من وانا عندي 11 سنه بتكلم فيه عن ريفيوز على اي بقى فورم اوف ارت انا بتعرض له، بقى فيديو جيمز، اغاني، مش عارفه ايه، بس كنت بعمله بالانجلش. فقررت ان لا، انا عايزه اخد بقى بريك من كل الثقافه الاجنبيه دي، حتى لو فيها حاجات مفيده جدا، واركز ان كل المحتوى بتاعي يبقى بالعربي، وادون رحله استكشافي للسينما المصريه.
بس انا عايزه ابقى صريحه مع الناس 100% واقول ان انا ده اول مره اتفرج على الحاجات دي. ولو حد يعني انا كنت اصلا جزء كبير من سينما تسال بعتمد على الريكومنديشنز اللي بتجيلي من الكومنتس من الناس، هم اللي بيوجهوني على فكره انت اتفرجتي على ده كمان ليه علاقه بالفيلم الفلاني، اصل المخرج ده عامل كمان مش عارفه ايه. فكنت بحس ان الكوميونتي بيساعدني كمان، جمهور السينما بيساعدني ان انا اوصل لب السينما المصريه. فبس ومن هنا جت بقى فكره سلمى تسأل وبداتها وكان بقى جزء كبير قوي من الريكومنديشنز اللي بيجي لي غالبا بيبقى في السينما الثمانينات والتسعينات، اللي لقيت بقى السينما المصريه دي مليانه فلسفه ومحتاجه تحليل والواحد يقعد يتكلم عليها وكل جمله ليها معاني كتيره. واكتشفت ان السينما المصريه هي يعني up there مع اي سينما تانية. ما كانش في حاجات في السينما المصريه احسن بكتير من السينمات الاجنبيه. يعني احنا عندنا موسوعه من العلم اللي موجوده في السينما المصريه. بس انت عارفه يا سلمى، في حاجه انت فكرتيني قوي والله بنفسي في فتره كبيره قوي، لان على فكره يعني الواحد دلوقتي بيتكلم كتير عن السينما المصريه، بس انا تقريبا زيك برضو وانا صغير وسن الجامعه واوائل العشرينات حتى كان برضو كل تجربتي مع السينما هي السينما الاجنبيه. ولما وبرضه زي ما قلت السينما الاوروبيه الايطاليه واليابانيه والفرنسويه ومش عارف ايه، وسافرت درست سينما وتعلمت من الحاجات دي. يعني الحدوته دي حاجتها كتير قوي، ان لما درست سينما فتحت بقى الافلام المصري، وده برضو كنت اكبر منك اكشلي كمان، يعني انت سابقاني. يعني انا لما ابتديت فعلا وتعمقت كان عندي 26 سنه ولا 27 سنه، لما فعلا بقى فتحت. قبل كده طبعا كنت عارف شويه افلام واتفرجت على عادل امام واتفرجت على اسماعيل ياسين، فكان عندي علم بيها، بس كنت باخدها على انها حاجه كده ايه ثانويه بالمقارنه بالحاجات التانية. لما درست سينما قلت بقى تعالى ايه نجرب كده واحده واحده، وفاكر مسكت القائمه بتاعت اعظم 100 فيلم اللي هي معموله من 96، وكان مقرر عندي لمده 100 يوم كل يوم اتفرج على فيلم فيهم. وده كان الاندكشن بقى، كان الدخله بتاعت السينما المصريه. ففكرتيني قوي الصراحه بنفس رحله الاكتشاف السينما المصريه اللي بتيجي لحد ما على كبر يعني. تحفه. طب انا هي اتفضل. جو اهيد، اتفضلي. لا اتفضلي انت. انا هو بالظبط كده، انا حسيت ان ليه احنا ما بنديش وقت للسينما المصريه، وليه انا ما كانش عندي الفرصه ان اكبر عليها. وقررت ان انا طب انا هبدا منين. يعني انا كان السؤال الاولاني اللي عندي السينما دي بادئه من معرفش امتى، الثلاثينات اربعينات ولحد دلوقتي. وبعدين السينما المصريه كمان فيها حقب زمنيه كده معينه جدا، اللي هو دي السينما الوجوديه، دي السينما اللي هي كل واحده منهم بترتبط بالكونتكست بتاع التاريخ بتاعها اللي كان موجود اللي هو انا مش عارفاه. فانا ما كنتش عارفه ابتدي منين خالص. انا كان كل همي ان خلاص هبتدي بحاجه بسيطه قوي، انا هتفرج على فيلم واحد لكل ممثل عبقري ليجند موجود في السينما المصريه، وارجع تاني اعيدهم وهكذا. يعني بدات بعادل امام ومحمود عبد العزيز واحمد زكي، سعاد حسني، نادية لطفي، كل واحد منهم كنت بختار له فيلم. ومن هنا بقى كان الكومنتس هي اللي بتخليني بقى، هي اللي بتوصلني للريكومنديشن اللي بعده. يعني انت يعني نقدر نقول ان اللي كان بيوجهك في اختيار الفيلم هو الممثل؟ بتقولي انا عايزه فيلم لعادل امام، انا عايزه فيلم لمحمود عبد العزيز وهكذا، ولا عملتي زي ما سوليا عمل كده ان هو خد احسن 100 فيلم وعملها زي مهمه او ماراثون ان هو يتفرج على كل يوم فيلم من دول؟ يعني ولا خدتيها حقب؟ هل قلتي مثلا هاخد الثمانينات، وهل كنت عامله مثلا انك هترجعي لورا قوي للاربعينات مثلا، ولا يعني كان يعني الفكره اللي في بالك جت ازاي او مشيت ازاي؟ بسبب ان انا ما كنتش عارفه خالص عن السينما المصريه، فانا ما كنتش عارفه اختار بالحقب الزمنيه، ولا كنت عارفه اختار بالمخرج. لسه ما عنديش اي داتابيز ان انا اعرف اتفرج منها. فكنت عايزه اعرف الايكونيك بيبل اللي موجوده في السينما المصريه، ومن هنا بقى اعرف اكمل. لستة ال100 افضل 100 فيلم انا بصراحه انا عارفاها، بس انا مش هي دي الحاجه اللي خلتني اتفرج، هي كانت الممثلين. واكتشفت ان كل الريكومنديشنز بتصب في الثمانينات والتسعينات، يعني بالصدفه البحته كل ما اتفرج على فيلم يبقى غالبا كمان معظمهم في الثمانينات. وواضح ان دي السينما او دي الافلام اللي مرتبطه جدا مع الجمهور مثلا اللي كان بيريكومند. تمام. دي نقطة حلوة فعلا يا سمعة وسلمى، ان فعلا انا اخدت بالي برضو ان معظم الناس اللي من الاجيال الاصغر لما بيتكلموا عن الافلام اللي هم بيرتبطوا بيها وبيعتبروها من فعلا السينما العظيمة المصرية،
معظمها فعلا تمانينات. الحريف طبعا اللي هو اتهرى كلام مثلا، ده محمد خان، عاطف الطيب، فعلا هم دول الناس دايما بترتبط بيهم. أثرت معاهم جدا حتى صناع الأفلام الجداد. الفيلم بتاع البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو واضح جدا تأثره بالحريف. ففي واضح ان متأثرين جدا بالفترة دي. ودي تسأل يعني سؤالين perhaps ده برضو سمعة ممكن يعني نخش فيهم، اللي هو ليه بالذات الفترة دي؟ يعني ليه الجيل الأصغر مرتبط بالفترة دي بالذات؟ هل ده يعني ليه مش مرتبط بناس قبل كده، يعني ناس بقى أربعينات وخمسينات وستينات زي ما هنتكلم عن فيهم النهاردة؟ وليه مش بعد كده اللي هم المخرجين اللي عملوا الأفلام ما بين سنة 2000 و2020؟ ففي فترة ما بين 2000 و2020 نادر لما حد بيتكلم عليها، يمكن علشان الجودة والكم مش موجود. وفي فترة اللي هي من 50 ل70 ما بيتكلموش عليها، يمكن عشان عدم دراية، صح؟ يعني انا اعتقد ان فتره الثمانينات، يعني احنا يعني محمد مواليد 80 وانا مواليد 75، لسبب او لاخر فتره الثمانينات كان الذهاب للسينما مش حاجه يعني محببه قوي، والناس كانت بتفضل تشوف الفيلم لما ينزل فيديو، يمكن لان دور السينما ما كانتش حلوه قوي ساعتها، وبالتالي ما كانتش بتشد كل الطبقات الاجتماعيه انها تروح تتفرج على الفيلم في السينما. وظهور الفيلم فيديو او ظهور الفيديو ك كميديا ان الناس تتفرج فيها على الافلام اريح، زي دلوقتي كده لما بنقول على نتفليكس وامازون برايم والنوع ده من البلاتفورمز. الفيديو كان وقتها هو النتفليكس بتاعنا، فكانت الناس بتفضل وضيف عليها كمان ان السينمات ما كانتش حلوه قوي عكس دلوقتي. فاحنا انا يعني لحد فتره قريبه ما كنتش بعتقد ان الثمانينات هي احسن عقود السينما المصريه، ولكن اعتقد يعني بعد اعاده نظر وبعد يعني مرور اهو قرب ال 40 سنه على الافلام اللي طلعت في الثمانينات وقربنا على 50 سنه، اعتقد الثمانينات انجاز التعبير اذا underrated decade للسينما المصريه، عقد يعني محتاج اعاده تقييم، او هو دلوقتي بيتم اعاده تقييمه في صورة ان احنا بنعيد تقييم الحريف، بنعيد تقييم الثلاثية الأخلاقية بتاعت محمود أبو زيد، بنعيد تقييم أغلب أعمال عاطف الطيب ومعظم أعمال خان وهكذا، وعلي عبد الخالق وكل الناس الكبار دول والممثلين الكبار. طبعا لو قلنا على سينما المخرج أو سينما الممثل، فالثمانينات بجانب كمان ان الثمانينات كان الإبداع الحقيقي فيها للصناعة من الحرفية، بمعنى الكتابة والإخراج والتمثيل، لأن ما كانش فيه فلوس كتير، بلاتوهات السينما كانت ضعيفة، معدات التصوير والصوت والمونتاج كانت يعني خلاص تهالكت من الستينات والسبعينات دون تحديث حقيقي. فبالتالي الإبداع كان كله إبداع في حرفية الكتابة، حرفية الإخراج، وطبعا التمثيل. عكس بقى ما بعد سنة 2000 الآية اتعكست شوية، ابتدى الكتابة والإخراج يضعفوا، وابتدى جودة الصورة تبقى أحسن، جودة التصوير والمونتاج والحاجات دي تبقى أحسن، والمعارك والحاجات دي، لكن للأسف التمثيل مش أحسن حاجة، والإخراج مش أحسن حاجة، وبالتأكيد الكتابة مش أحسن حاجة. ولذلك احنا بنجد صعوبة أنا وسولي إن احنا نلاقي فيلم ما بعد سنة 2000 إن احنا هنتكلم عنه، ولا يا محمد؟ ولا شايف إيه يا سلمى؟ صح. وفعلا يعني انا متفق معاك ان احنا لما نقول مثلا عايزين نعمل حاجه جديده بنعصر دماغنا يعني عشان نطلع حاجه جديده تستاهل. احنا بنلاقي يعني لو نخورنا بنلاقي بس اسهل بكتير ان احنا نلاقي قبل كده. رايك ايه يا سلمى في الطرح ده؟ يعني انا اعتقد السبب اللي بيخلي السينما اللي في الثمانينات هي اكتر سينما متاثره بيها جيلي والجيل الاكبر مني سنه صغيره، ان هي السينما فلسفيه. بتفكرني مثلا بالموجه الجديده للسينما الفرنسيه زي الفرنش نيو ويفز، لان زي ما حضرتك قلت ممكن ما يبقاش فيه معدات او ما فيش يعني فاينانسز تقدر ان هي تدعم ان الفيلم يبقى عنده بادجت كبيره قوي، ولكن ده بيبقى تشالنج للناس اللي بتحب الفن فعلا، ان هم يبذلوا مجهود في القصة، في رسم الشخصيات، في الحاجات اللي هي مش بتكلف قوي اي، حتى لو الصورة مش احسن حاجة، بس ده بيخلي اللب بتاع الفيلم نفسه قوي، ويقدر الواحد يطلع منه كتير. وكمان حاجة كمان ان السينما اللي في الثمانينات بحس انها بتتكلم عن مواضيع لا تموت، هي اسئلة فلسفية وجودية موجودة في كل الاجيال اللي قبلهم واللي بعدهم، وعشان كده هم اي جيل هيتفرج عليهم هيبقى لسه متأثر.
هما مش معتمدين مثلا على الكوميديا اللي هي ممكن الكوميديا تبقى من الحاجات اللي يعني كل زمن وليه طريقة الكلام بتاعته او ليه طريقة الافيهات اللي موجودة، وممكن جدا يبقى الفيلم كويس قوي بس الافيهات تبقى سخيفة مع الوقت فالفيلم يموت. لكن الافلام دي معتمدة على اسئلة انسانية بحتة، اسئلة وجودية، زي مثلا فيلم ارض الخوف مثلا، ده بالنسبة لي احسن فيلم انا شفته في السينما المصرية لحد دلوقتي، لان هو بيسأل اسئلة وجودية منذ بدء الخلق لحد اللحظة دي بطريقة مرعبة. ده من الاكثر الافلام المحببه لسولي. بجد هو يمكن التوب 3 يعني توب 3 افلام مصريه ايفر فعلا يعني. هو لا فيلم تحليل هي ذكي قوي يا سلمى الصراحه يعني. ما سوري قطع كامل، هخليكي تكملي، بس كان لازم اقول ان يعني اوريدي التحليل ليه ايه هي الاسباب، اوريدي تحليل ذكي جدا يعني. سوري جو اهيد. بس انا حاسه بس ان انا كسلمى مثلا كحد مولوده سنه 2000 ولسه اللي هو ببدا حياتي العمليه، وببدا ان الادلت لايف او حياه الكبار تبدا بقالها سنتين 3 كده في حياتي، فكل حاجه انا بتعرض ليها في الحياه اليوميه بتعرض ليها لاول مره. اول مره يبقى عندي مدير، اول مره يبقى عندي صديق، اول مره يبقى عندي حد مش بيحبني، اول مره محتاجه يبقى عندي التزامات، مسؤوليات، قرارات مصيريه، هشتغل ايه، هغير شغلانه ولا لا، 50,000 حاجه انا بتعرض لها لاول مره اخر سنتين 3. فحاجه زي كده بحاجه شخصيه جدا، ولكن لما اتفرج على فيلم زي الحريف اللي هو بيتكلم عن المسؤوليه مثلا بلاقي نفسي فيه، بلاقي فيه حد في السبعينات او الثمانينات او التسعينات، لان مش بس الحريف، الكتكات والبيضه والحجر والبريء 50,000 فيلم يعني، بس كل واحد منهم بلاقي نفسي فيه، بلاقي سؤال وجودي جالي في يوم معين، او بلاقي قصة بتكمل للآخر، زي مثلا فيلم الكيف اللي هو لو الواحد مشي ورا شهواته مثلا لحد الآخر هيوصل لإيه، يعني حتى لو هو فاكر نفسه بيفوز هيوصل لإيه للآخر. زي فيلم العار مثلا. فكل حاجة منهم بحس انها معضلة اخلاقية انسانية بحتة، بغض النظر عن القصة، بغض النظر عن الكونتكست التاريخي ولا حاجة، هي بتتكلم على حاجة انسانية. هايل يا سمعة اشكرك انت عرفتنا بسنة. والله انا اشكر اليوتيوب واشكر سينماتولوجي فعلا لان طيب ده ياخدنا بقى احنا قعدنا اتكلمنا على سينما الثمانينات، ورغم ان ده مش هو يعني اصل الحلقه بتاعت النهارده، ياخدنا لسينما الستينات. وهل انت دخلتي في سينما الستينات وما قبلها الخمسينات ولا لا؟ وهل الفيلم بتاعنا النهارده ده هو اول فيلم ابيض واسود تشوفيه ولا شفتي فيلم ابيض واسود؟ احنا بنتكلم النهارده عن فيلم اشاعه حب، يعني فيلم محبب للجميع. اتس كومفورت موفي زي ما بيقولوا، كومفورت فود يعني. بالتاكيد لو اي حد فينا بيقلب في التلفزيون كده ولقاه لازم هيقف عليه 10 دقايق او ربع ساعه، ومش هيعدي كده يعني، سواء كان في اوله او في نصه او في اخره. فيعني عرفينا كده، انت دخلتي سينما الستينات ولا لا؟ وايه يعني يعني وكلمينا عن لما قلنا لك او اقترحنا عليكي ان احنا نعمل فيلم اشاعه حب. زي ما قلت لحضراتكم، انا من ساعه ما بدات سلمى تسال لحد يعني الاسبوع اللي فات، وانا كل الريكومنديشنز اللي بيجي لي تمانينات تسعينات اخر السبعينات بالصدفه. فانا بقيت حاسه ان انا عارفه عن السينما دي بممثلينها بمخرجينها، حاسه انا حتى اي بيكد اب على الكونتكست التاريخي من كل البازلز اللي انا عماله احطهم جنب بعض من السينما دي. ولكن لقيت ان انا ما تعرضتش للسينما الخمسينات ولا الستينات نهائيا نهائيا، بكل نجومها بكل مخرجينها بالكونتكست التاريخي خالص. انا بس قبل ما اشوف اشاعة حب كنت فاكره ان هو اول فيلم ابيض واسود انا اشوفه في حياتي، ولكن خلتني الذاكره شويه، لان في مهرجان القاهره السينمائي السنه اللي فاتت كان في ترميم لحوالي 30 فيلم مصري، منهم فيلم الحرام. فده كان اول فيلم اشوفه في الحقبه دي، وده كان انا حسيت يعني انا الحرام واشاعة حب عكس بعض تماما اخر يعني الدنيا يعني. تماما. وكان الحرام برضو نفس الطعم، الافتر تيست اللي بيسيبه معايا مثلا السينما الثمانينات اللي هي بيتكلم على معضله انسانيه اخلاقيه موجوده. فانا ما شفتش بقى حاجه شبه اشاعة حب نهائيا خالص، انا اصلا ما اعرفش ان في ناس بتهزر وعادي يعني خالص موجوده في السينما المصريه. فانا لما شفت يعني لما حضراتكم قلتوا لي على اشاعة حب حسيت ان هو ده، لان اول مره اشوف حاجه لفاطين عبد الوهاب، اول مره اشوف عمر الشريف في السينما، تاني مره اشوف سعاد حسني بعد خلي بالك من زوزو. بس انا حاسه ان هي مختلفه تماما، هي حتى كانت صغيره جدا شكلا وموضوعا وكل حاجه، وما زالت جميله وقمر يعني. واول مره اشوف طبعا يوسف وهبي وعرفت اكتر عنه. وبعدين انا قعدت الاسبوع اللي فات كله ما بين اليوم اللي اتفرجت فيه عليه والنهارده
عماله اسال كده الناس اللي قدي اكبر مني، بابايا، مامتي، قرايبي، كل واحد منهم هل شفتوا اشاعه حب؟ طب هل فاكرينها؟ الغريب ان جيل مثلا والدي كلهم هم حافظين الفيلم بالافيهات، بكل حاجه بتتقال، وكل حد فاكر المشهد على بعضه، مش فاكر الكلمه حتى، لا هو فاكره لما الموضوع بدأ بكذا وبعد كده كذا وبعد كده كذا. الجيل بتاعي في كذا حد، لا لقيت ان مثلا 50% من اللي سألتهم لا هم فاكرين الفيلم وعارفينه، ولكن كله بيربطه باهله، يعني كله بيقول لي اصل ده الفيلم اللي بابا بيحبه، بيقعدني جنبي وانا صغيره كان مش عارفه بيحب المشهد الفلاني. بس حد راح يتفرج عليه لوحده، اللي هو جاله ريكومنديشن مثلا او بيحب السينما فقرر ان هو يتفرج على اشاعه حب، بصراحه ما جاليش من الناس اللي انا سالتهم، وده كان بالنسبه لي غريب. يعني عشان تقدري قد ايه الفيلم ده اثر في اجيال، في مشهد في الفيلم. طبعا احنا مش عايزين نحكي قصه الفيلم برضو ندي نبذه سريعه. الفيلم ده انتاج سنه 60، وهو القصه هي اصلا متاخده اظن على مسرحيه توك اوف تاون توك اوف ذا اظن. تاون. توك اوف تاون هي مسرحيه، واتعملت الفيلم، او هم مصروها او اقتبسوا القصه. الفيلم بطولة عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف وهبي، عبد المنعم ابراهيم، احسان شريف، وداد حمدي، زينات علوي، جمال رمسيس اللي هو لوسي، وطبعا يعني ظهور كاميو لذيذ جدا لهند رستم بشخصيتها الحقيقيه، ودي من الحاجات النادره في السينما عموما يعني، وفي السينما المصريه بوجه خاص. انا بس بحاول اشوف مين اللي كتب القصه او اللي عمل لها التمصير. علي الزرقاني وهو السيناريو، ومعاه محمد ابو يوسف، واخراج طبعا الرائع فطين عبد الوهاب. فطين عبد الوهاب زي ما انت قلتي، او انا بقول يعني ان اي فيلم كوميدي في مصر او في السينما المصريه هيبقى الناس فاكراه، بروبابلي هيبقى فطين عبد الوهاب في الاغلب. يعني اي فيلم لاسماعيل ياسين الناس فاكراه، بروبابلي هيبقى فطين عبد الوهاب. اعتقد ان البدايات الاولى لعادل امام اللي ظبطت بوصلته الكوميديه كانت هي الافلام اللي عملها مع فطين عبد الوهاب. ففطين عبد الوهاب في يعني هو زي ما سولي كذا مره قول انت يا سولي بتقولي على فطين هو اللي خلق اني جانرا. هو اللي خلق الرومانتك كوميدي، يعني الرومانتك كوميدي المصري هو اللي عمله، سواء بقى مع الفيلم ده من حواء، الثنائيات بتاعت صلاح ذو الفقار شادية. وشادية. يعني هو هي انفنتد حاجه اسمها رومانتك كوميدي المصري، اللي هو فعلا تايمليس ويعيش للابد. وزي ما سمعة قال يعني 90% من الافلام اللي الواحد بيفتكرها كوميدي، ابن حميد والحاجات اللي هي رهيبه. يعني فطين عبد الوهاب كان في اكشلي مجموعه نقاد عملوا قائمه باعظم 50 فيلم كوميدي مصري، ولا مش فاكر اعظم 100، ورقم واحد طلع اشاعه حب. يعني مع انه مش كوميدي صريح، بس الناس صنفته كده. فهو كوميدي تلاقي، رومانسي تلاقي، ما عملش دراما كتير، عمل طبعا بس لا هو يعني كوميدي ورومانتك كوميدي. وهو كمان اللي خلق استاتيك معين، يعني شكل معين لسينما الستينات، بالنسبة للملابس، بالنسبة للديكور. يعني الواحد لو عايز يعمل كده دراسة أنثروبولوجية على ايه هو الستايل في الستينات، يتفرج على افلام فطين عبد الوهاب، بالذات فيلم زي ده. يعني وده اعتقد برضه من الاسباب اللي كنا عايزين نرشح لك الفيلم ده، علشان برضه الناس تشوف ان احنا كنا اكستريملي ستايلش في الستينات. يعني دلوقتي عندك الانستجرامرز والانفلونسرز والفاشن ديزاينرز عندهم their own style، بس يعني you can draw parallels، وممكن توصلوا بالستينات. شوفوا الفساتين بتاعت سعاد حسني كانت عامله ازاي في الوقت ده، شوفوا الديكورات بتاعت البيت بتاع فيلم اشاعة حب، او ديكورات فيلم عائله زيزي، مراتي مدير عام، او عائله زيزي بالظبط. يعني شوفوا الناس كانت بتلبس ازاي، وبتفرش بيوتها ازاي، وعربياتها شكلها ازاي، وبيوتها شكلها ازاي. فبرضو دي يعني نافذه مهمه جدا على مش بس تاريخ السينما والدراما، بس على فكره الستايل. وفطين عبد الوهاب من المخرجين، وانت كلمتي عن الفرنش نيو ويف وحركه الموجه الجديده الفرنسيه، كان برضو سينما ستايل. ففي ستايل، وانا بحب السينما الستايل دي قوي. وفيلم اشاعة حب بالذات ده هو ده يعني الستايل اوف ذا ستايل يعني. بمناسبة يعني الفيلم ده قد ايه سلمى يعني امباكتد اجيال. في مشهد في الفيلم
وهم بيقولوا لوسي يغني، فبيغني بالتركي وبيغني بالانجليزي وبيغني بالطلياني ومش عارف ايه. ففي حته هو بيغني اظن دي اوبرا فيجارو او كده، فبيقول ماما، فقام يوسف بيقول له يا روح امك، هو مش طايقه يعني. ف في مره في حفله في الاوبرا انا كنت موجود فيها في فيجارو الاوبرا، وناس لابسه وبتاع وقاعدين بنتفرج، فالمغني بتاع الاوبرا بيقول ماما، قام كل الجمهور في وقت واحد يا روح. طبعا كل ده يعني طبعا يعني احنا شوفي قد ايه يوسف وهبي اللي هو هذا الممثل المسرحي العتيد العتيق اللي يعني بالغ الدراما المش عارف ايه، يعني ممثل مسرحي قد ايه هو بكلمه صغيره بوظ جيل بحاله، وخلى ان انطباعنا عن اوبرا فيجارو، انا ما اعرفش ايه اللي بالظبط اللي كان بيغنيها، اعتقد هي اوبرا فيجارو بيغنيها جمال رمسيس اللي هو شخصيه لوسي في الفيلم، خلى كل الناس اللي في الاوبرا يقولوا يا امك. فيعني ده بس يشوفي قد ايه الفيلم ده بالغ التاثير في جيل بحاله يعني. طيب يعني نتكلم بقى يعني سوري برضو، انت بقى سوق بقى من هنا بقى سوق، يعني كلمنا عن الفيلم. انت عملت قريب بوست على الانستجرام عن يعني ما وراء الكواليس بالنسبه للفيلم، يعني الفيلم اتصور فين، اتصور في ايه، صح. شويه حاجات كده احكي لنا كده عنه برضو تاريخه كده يعني. هو طبعا الفيلم زي ما سمع قال سنة 60. الفيلم أحداثه كلها بتدور في بورسعيد، وأنا أحب الأفلام اللي بتحصل بره القاهرة كتغيير، فبنشوف بورسعيد وبنشوف برضو شياكة بورسعيد في الوقت ده وشكل العماير. والفيلا اللي اتصور فيها كانت فيلا باشا سابق، مش فاكر اسمه يعني، بس كان راجل كده باشا مهم جدا برضو اتصورت فيه الفيلا. سعاد حسني ده كان تاني فيلم ليها، كان ده 17 سنة. ناسي اسم الفيلم الاولاني اللي عمله حسن ونعيمه، مع مش عارف ايه فؤاد، ايوه حسن ونعيمه بالظبط. فتخيلي سعاد حسني كان ده 17 سنه في الفيلم ده، 17 سنه، وده الفيلم اللي اطلق نجوميتها تماما يعني. عمر الشريف كان برضو كان بدأ، بس برضو كان في اول كاريره، وفي السنه دي عمل فيلم معاها، وعمل فيلم مع فاتن حمامه، وعمل فيلم مع نادية لطفي، يعني كان عنده فيلم مهم جدا مع كل النجمات المهمات في الوقت ده. نقدر يعني لو نقول ابتدينا هو كان الكلام عن رقم واحد ساعتها يا محمد، يا ولا يعني مش قوي برضو لسه؟ يعني في المجال ده اتليست في الرومانسي يعني. في الرومان طبعا كان في عبد الحليم في سكه تانية، بس عبد الحليم من الخمسينات يمكن اكتر، وكان في عندك رشدي اباظه، بس رشدي اباظه كان يعني ماتشو مان خلي اكتر بالك ان شويه. عبد الحليم ورشدي اباظه اكبر منه، هو كان مواليد 32، بالظبط. عبد الحليم مواليد 28، واعتقد برضو ان رشدي اباظه كان مواليد حاجه و20، فهم اكبر منه. بالظبط كده. وشوقي سرحان كان في سكه تانية يعني. شوقي انا بحبه بس دمه تقيل شويه في الرومانسي. فهو كان هو ده يعني ايه الايكون يعني بتاع الرومانسيات ساعتها. زي ما سمع قال يوسف وهبي طبعا يعني كان غير جلده تماما من ادوار الدراما، ودي كانت خطوه ذكيه جدا وكبيره جدا ان هو يوري نفسه مش بس ان هو الكوميدي، بس هو كمان ايه ليديز مان يعني، برضو عنده طريقته مع السيدات يعني. فكان عاملها بطريقه تشارمي حلو جدا. عبد المنعم ابراهيم ده الفاكهه بتاع اي فيلم يعني، ده يظهر في اي فيلم يخلي دمه خفيف لما كان بيعمل تغيير الاصوات وكده. طبعا هند رستم برضو بظهورها بشخصيتها الحقيقيه كان مفاجاه لحد دلوقتي كنت بتفرج عليه يعني بتبسط بدخلها في الفيلم. شخصية لوسي طبعا حاجة ايكونيك هتعيش يعني فور ايفر اند ايفر اند ايفر يعني. فيمكن تعالى نبتدي بانطباعاتك عامة عن الممثلين قبل ما نخش بقى في حاجات تانية، بس الامبريشن بتاعتك عن الممثلين عامة. قال لا خلينا الفيلم الاول، الفيلم ثم الممثلين، الفيلم بوجه عام ثم الممثلين. الفيلم بوجه عام ده كان بالنسبة لي مفاجأة، لان انا زي ما قلت لحضراتكم السينما رتمها معين والتون معين، تون سيريس قوي وتون تقيل قوي. فلما شفت اشارة حب كنت حاسه ان ايه ده، الناس بتهزر اهو والدنيا تمام. فالفيلم نفسه ما انت لسه شايفه الحرام والحريف يعني اكيد. بالظبط. فلما شفت الفيلم كنت حاسه ان انا اولا اول حاجه بنت لي في الفيلم هو القصه. انا بحب القصه الحلوه، وبحب القصه لما يبقى رومانتك كوميدي تبقى النكته ذكيه ومليانه طبقات. وانا حاسه ان الفيلم ده عمل ده بالظبط. هو خد نكته بسيطه صغيره وفضل يزود عليها يزود عليها يزود عليها لحد ما في اخر الفيلم الموضوع كبر جدا بظهور بقى هند رستم موجوده جوه.
كنت حاسه ان خلاص بقى احنا وصلنا للبانش لاين بتاع النكته بافضل طريقه ممكنه، بكتابه ذكيه جدا، بشخصيات علاقتهم ببعض معقده وفي نفس الوقت بس مش بطريقه تقيله، بطريقه لذيذه يعني. وانطباعاتي عن الممثلين كانت تاني مرة أشوف سعاد حسني، كنت حاسة إنها مختلفة زي ما قلت لحضراتكم، شكلها مختلف، حاسة إنها أصغر بحبة حلوين من اول لما مره أنا شفتها شفتيها في كان خلي بالك من زوزو. زوزو. أيوة لا زوزو ده كان في البرايم ده، يعني كان يعني كانت هي في البيك بتاعها. أنا كنت حاسة إنها مختلفة يعني، لأ فعلا هي كانت في البيك بتاعه وعارفة ده، فهي داخلة الفيلم اللي هو أنا السوبر ستار. لكن في إشاعة حب لأ، كانت كده رقيقة ومش حاطة البولد ميك اب اللي هي كانت بتحطه، وحتى هي طالعة سايد كاركتر يعني، حتى لو هي الأحداث بتدور حواليها، هي وجودها في الفيلم 60-70% بس مش 100% من الفيلم. دي كانت أول مرة أشوف فيها عمر الشريف، وفهمت هو ليه موجود في قالب الالتيميت كاريزما مان او الالتيميت جنتلمان. شكله وهيئته وطريقه كلامه مع طريقه لبسه اللي هي في الفيلم كانت موضع للنكته يعني ان هو بيلبس وحش، ولكن كان مقارنه باي حد تاني في الفيلم لا هو الدون جوان اللي موجود في الفيلم. دي كانت اول برضو مره اشوف يوسف وهبي. واللي انا فاهماه بس مش متاكده قوي من المعلومه دي ويا ريت تفيدوني، ان يوسف وهبي عامه مش بيعمل كوميدي، ودي كانت اول مره ليه، او بيعمل دراما تقيله اكتر او حاجه كده. عارفه ان الفيلم ده هو عمل حاجه جديده يعني. هو يوسف وهبي اه ممثل مسرحي كبير جدا. يعني هو شال على أكتافه المسرح المصري لعقود، وكان هو صاحب فرقة مسرحية وصاحب مسرح اسمها فرقة رمسيس، وتخرج من عنده يعني ممثلين كبار. هو كان مؤسسة ويعني في حد ذاته يعني، و وكان دايما كل أعماله من الأدب العالمي، راسبوتين وكرسي الاعتراف وحاجات يعني من الحاجات اللي هي التمثيل الاولد، حاجه زي لورنس اوليفيه كده يعني. وبالتالي هو لما جابوا يعني لما هي واز كاستد للفيلم ده في الدور الكوميدي ده كان زي ما بيقولوا ليفت فيلد، يعني حاجه خارج التوقعات. ولكن انا شايف ان اداؤه اهم ما يميزه ان هو effortless، كان بيمثل بطراطيف صوابعه يعني. وانت فعلا كل مشهد انت عايزه يطلع ومنتظره يطلع، لان انت عارف ان الكوميديا هتبقى نابعه منه هو. فلما ده يحصل من ممثل في الاساس الناس كلها واخده الانطباع عنه ان هو ممثل درامي بلغه عربيه فصحى يعني مسرحي، فطبعا ده كان بيضاعف من احساس الكوميديا النابعه منه يعني. اوكي تمام. هو اصلا كان في مم. واحد من احلى المشاهد اللي موجوده في الفيلم، اللي هو لما كان بيهزق عمر الشريف، يعني لما اتقفش ان هو بيبعت رسائل لهند رستم وكده، وكان عمال ده احلى مشهد في الفيلم كله. ده بالنسبه هو لي اتفضلي. ده بالنسبه لي احسن مشهد في الفيلم كله. هو كمان بيتريق على نفسه، يعني ايوه هو في اللحظات دي ابتدى يمثل زي المسرح بس بيعملها بطريقه كوميديه، فانت الضحك بيبقى انت اكتر. ملعون بعدد القبور اللي اتفتحت من ايوه ساعة لا حواء وادم. وبقول له واسبح في دمك عوم لحد ما اوصل لبر الشرف، ولما بيقول سميحه وحسين في احضان بعض بيتي بقى مزبله، فيعني فهو نفسه بارودينج هيم سيلف يعني هو ايوه نفسه بيتريق على على نفسه يعني. الجلاله خدتني. ايوه. ومشهد برضو تاني احسن مشهد في الفيلم كله، المشهد الاول ظهور للوسي، وهو بيقابل يوسف وهبي، وهو يوسف وهبي عمال وسعاد حسني بتقول له لا لوسي مش راجل، قال لها ما انا قلت كده يا بنتي. انا قلت كده من الاول. لا بيقول له هلا ايوه لوسي ازيك يا بنتي. ايوه هو العبقريه بتاعت يعني تعالى نقوم شويه على الكوميديا فعلا، لان زي ما قلت يا سلمى، هو الكوميديا على مليون مرحله، يعني مليون ليفل فيه كوميديا الموقف فعلا، اللي هو انت باديه انت ودي تروب، كوميدي تروب او حاجه بتستخدم في افلام كتير قوي كوميدي، حتى بره الرومانتك كوميدي، اللي هو يكون الولد شكله نيرد كده والبنت كول، وبعد كده هو يتحول وهي تسيب الجوك وتحب النيرد. دي يعني ايه ابجديات الرومانتك كوميديز في العالم كله، يعني البنت الحلوه تسيب النيرد، تسيب الجوك وتروح للنيرد. بس الطريقه اللي هم عملوها فعلا، هم خبزوها كده في القصه بالكاستنج هايله. وفكره ان هو بيحسن من نفسه، فيبتدي كدبه هند رستم وتقعد تكبر لحد ما هند رستم تيجي فعلا. فده يعني كبلوت رهيب. فده عندك
بنى الكوميدي كستراكشر عام. عندك بقى بنى الكوميدي كمشاهد ستاند الون زي ما انت قلتي، لما يوسف وهبي بيقابل لوسي، لما بيكتشفوا الجواب، وهم قاعدين بيفطروا الكراب سوزات تسلم رجليك قصدي ايديكي فيعني ففي مشاهد ستاند الون كل واحده فيهم ممكن نقعد نضحك عليها. عندك الليفل الثالث بقى ان انت عندك يوسف وهبي قصاد لوسي، يعني الاثنين دول ده اوريدي كده سكتش، يعني تجيب واحد بشخصيه يوسف وهبي وشخصيه لوسي مع بعض ده سكتش. وبعدين عندك بقى الكوميدي الرابعه عبد المنعم ابراهيم وتغيير الصوت اللي هو الايه الكوميدي الصريح بقى اللي هو ارخص انواع الكوميدي بس يمكن من اظرفهم، اللي هو مجرد بيعمل صوت هند رستم ومش عارف ايه، الكوميدي الصريح جدا. فانت عندك كوميدي يمين وشمال يعني فوق وتحت، كوميدي من كل حته مع كاركترز. مفيش فعلا ممثل كوميديان صريح غير عبد المنعم ابراهيم اللي هو سنيد يعني. فككوميديا لا طبعا الكوميديا يعني رهيبه. وانت قلتي نقطه حلوه قوي في الاول كمان ان يعني في كوميديز صعب الواحد يعمل كوميدي يعيش، لان فعلا مع كل جيل الكوميديا السنس اوف هيومر ايه اللي بيضحك بيتغير. بس في الفيلم ده الكوميديا بتاعته تايمليس، لانها مش مرتبطه بافيه واحد ولا حاجه خاصه قوي بزمانها، هي حاجه على طول هتتحكي عليها. ودي حاجه صعبه قوي قوي انها تتعمل يعني. يمكن افلام اسماعيل ياسين مثلا ممكن نقول عليها لا بتاعت وقتها مش كل الناس ممكن تضحك عليها، بس فيلم زي ده عشان الكوميديا جايه بالاشكال المختلفه دي كلها، فدي زودت قوي العنصر التايمليسنس بتاع الكوميديا يعني. انا اتفق جدا. انا اصلا لما عرفت ان هو فيلم روم كوم وفي كوميدي كنت حاسه ان ده اول سؤال عندي، يعني اول سؤال عايزه امتحن نفسي كحد موجود في 2025 ومولود سنه 2000، هل انا هشوف فيلم زي اشاعه حب مضحك بالنسبه لي؟ وقد ايه مضحك اللي هو انا بجامل الفيلم، ولا هو مضحك عشان حلو؟ لا انا لقيته عبقري، انا لقيته هو فعلا زي ما حضرتك بتقول كل اسبكت من الكوميدي موجوده فيه وموجوده بافضل شكل ممكن. واحسن حاجه الثيرد اكت بقى لما الدنيا خلاص بقى بتتجنن بقى، اللي هو هند رستم ظهرت وعندها وخطيبها اصلا حد بيغير جدا، وهي اول يعني مثلا بالنسبه لي السين اللي هي بتقابل فيه عمر الشريف لاول مره وخلاص بقى هي هتواجهه وتبهدله بقى وخلاص، لا بتروح هي رايحه له وتجاري مع الموضوع. ايوه دي كانت بالنسبه لي حاجه عبقريه، يعني ان انا اي اكسبكتيشنز كان عندي بان انا حاسه ان الفيلم هيلعبها سيف قوي، الفيلم ما لعبهاش سيف خالص، ده هو عمال يعلي على نفسه ويعلي على الجوك ويربطها بحبكه افضل. فلا هو الكوميدي فيه كان بالنسبه لي 10 من 10 يعني. لا هو نقطة حلوة قوي، لان كتير قوي الفصل الثالث في الكوميدي بيقع يعني. أيوة. في حتى افلام الكوميدي المهمه والكبيره والفارل ومش عارف ايه بيبقى هايل، بس بتيجي على الفصل الثالث اللي هو بقى ايه في ريزولوشن او في حل للمشكله الكبيره او بيقع كده، هو خلاص يعني الناس ما بتكملوش. بس فعلا لا الفصل الثالث يعني زي ما بيقولوا كده في تعبير امريكاني بيقول لك they landed يعني they stuck the landing، يعني طياره في الاخر ليه عملت هبوط مظبوط والفيلم اتقفل قفله صح. مش بس كده، ده قفله مسرحيه ان في الاخر كلهم على المسرح. أيوة. وكل بيبوس بعضه والستاره تيجي وتيجي والناس عماله بتسقف، يعني ايه ده؟ ايه النهايه دي يعني؟ بمناسبه انها قفله مسرحيه، الفيلم ده كمان يا سامة لو ما تعرفيش، لو انت عايزه برضو يعني تعرفي قد ايه الفيلم ده كان امباكتفول، الفيلم ده اتعمل مسرحيه بتاعت فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وشويكار. عارفه مين الاسامي دي طبعا ولا مش عارفاهم قوي؟ لا عارفاهم شكلا. فاتعمل مسرحيه نفس الكونتكست ده بالظبط، اسمها حاله حب. فؤاد المهندس هو عمر الشريف، يوسف وهبي هو عبد المنعم مدبولي، شويكار هي سعاد حسني، وجابوا سهير الباروني الرائعه عملت هند رستم، بس عملت ممثله تانية اسمها سنية مكلين بس بتقلد هند رستم. ومين بقى اللي عمل دور لوسي؟ مين؟ عادل امام. ايه بجد؟ مسرحيه من اروع ما يمكن. فهي لان هي فعلا الفيلم فيه يعني روح المسرحيه، ان الفيلم كله احداثه بتدور في البيت، بيخرجوا بره يعملوا حاجه ويرجعوا، لكن الفيلم كله احداثه بتدور في البيت. فهو الفيلم تقدري تقولي ان هو زي افلام كتير سينمائيه مبنيه على مسرحيه. ايوه فدي البناء ده يعني فعلا. في حاجه كمان عجبتني قوي كصنعه بقى يعني كنت عملت فيديو قاسي بس للاسف اتشال على عبقريه اخراج فاطين عبد الوهاب في المشاهد دي. يعني اصلا الفيلم بيبتدي
على كده كاروسيل كده كذا كذا ست على التليفون، سمعتي اللي حصل مش عارف ايه، سمعتي مش عارف ايه. فده اوريدي هي فكره اشاعه، يعني اوريدي اشاعه الحب، فكره الاشاعه بتتنقل ازاي. فعملها لك بشكل سينمائي وثيماتيك كده. بالظبط، سمعت ايه اللي حصل، سمعت ايه اللي حصل، وكلهم برضو متشيكين ومجرد في يعني في بلاك باك جراوند كده، وعم بيلفوا حوالين بعض. فاوريدي انت ايه دخل، انت حاسس ان انت في ايد امينه، بقيت فاهمه هي بتعمل ايه كاخراج. وكل مشهد فعلا، المشهد اللي انت قلتي عليه يا سام اللي هو احلى مشهد، لما كلهم في المكتب بتاع يوسف وهبي وبيشوفوا الجواب، وده بيخش الطريقه يعني اي واحد عايز يدرس سينما واخراج ومونتاج يتفرج على المشهد ده، يتفرج ازاي بادين في الاوضه هم مع بعض، وبعد كده زي كلهم المجموعه بتخش عليه وعامله ازاي، وبعد كده زي بيقطع على الرياكشنات بتاعت سميحه وهي بتبص عليه معجبه بيه، وعلى عمر الشريف مش عارف يعمل ايه بالنضاره، ويوسف وهبي والرياكشنز، واصحابها ورا مش مصدقين ايه اللي بيحصل ومش عارف ايه، وبعدين بيجروا على اوضه النوم فوق عشان يفتحوا الادراج ومش عارف ايه، ويشوفوا الجوابات التانية وكذا وكذا وكذا، وينزلوا تاني. يعني الطريقه المشهد ده مبني بيها فعلا ليفل وحش ليفل الوحش في الاخراج يعني قوي 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 قوي. والبلوكينج وكل واحد واقف فين وامتى يقطع، وبعد كده يقوم نقل لك على عبد المنعم ابراهيم على التليفون. فانت نقلت عندك المكتب، وعندك عبد المنعم ابراهيم، وعندك اوضه النوم فوق، وعندك في الاول تحت اصلا لما هم في الجنينه، وان الشغاله شافت الصوره بتاعت هند رستم فنزلت تشوفهم هم بيراقبوا في الشباك. مش ممكن على كم التفاصيل والاتنشن تو ديتيل وحركه الممثلين في فيلم زي ده، فصنعه عاليه قوي 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 يعني. لا كمان المشاهد سوري، لا اتفضل. المشاهد اللي بين يوسف وهبي ومراته اللي هي بنت سلطح، اللي هي الممثله اسمها احسان شريف، في مشهد لما هو بيقول لها انا مش هينفع اجوز بنتي لوسي، ده صايع ومتدلع وما بيشتغلش، وانا لازم اجوزها لحسين ابن اخويا لانه راجل ومسؤول وبتاع. ففي مشهد كده هو مديها ظهره وهو فيسنج الكاميرا، اللي هو يوسف وهبي عبد ربه النشاشي، وهي بنت سلطح اللي هي واقفه وراه، فبيقول لها انا هجوزها لحسين. فهو عارف ان هو حسين ده مسخه، وان حسين ده نيله، بس هو عايز يجوزه لها لانه هو بيحبه ابن اخوه، وشايف انه هو يعني جدير انه يتجوز بنته. فبتقول له حسين مسخه البلد كلها من اولها لاخرها، حسين اللي مش عارف بدلته موديل مش عارف ايه. فهو واقف وعليه رياكشن كده على وشه، هو عارف ان كل الكلام اللي هي بتقوله صح، بس مش عارف يعمل ايه، يعني عارف اللي هو يعني مش ما عندوش رد، ما عندوش ديبيت يقوله. فواقف كده ويعني زي ما تقول زنق ومش عارف يعمل ايه، فابتدى بقى يقول اي كلام. فيعني عجبني قوي. فهي بقى هي بتبص له من ظهره، فمش شايفه رياكشنات وشه، بس احنا شايفين رياكشنات وشه. فكل ده يعني خلى برضو الكوميديا احلى. كل ده طبعا شغل مخرج، التوجيه، المشهد وهم قاعدين بيزرعوا الحاجات اللي هي الصور والجوابات والكلام ده، وهو عمال ينقط الدموع ويحط ليبستيك على الجواب. المشهد ده رائع، المشهد ده يعني ستاند اب كوميدي ليوسف وهبي. بيقول دي شفايفها النونو يا قفل، دي دموعها اللي انت مش عارف عذبتها، يعني وابتدوا بقى يحطوا الحاجات، وقال له هات حاجات برضو يعني حاجات خاصه بتاعت سيدات، وابتدوا يحطوها في الاوضه. يعني فعلا زي ما سلمى قالت، اللايرز اللي عماله تحصل في الخدعه او في النكته عماله تزداد تعقيدا، وفي الاخر هيخرجوا منها ازاي. حتى سلمى انت يعني كانت بتقول لي انا مش كنتش عارفه في الاخر هيلموا المساله دي ازاي. ايوه يعني فعلا. هتتلم ازاي. انا كان عندي السؤال ده قرب الاخر لما لقيت الفيلم قرب يخلص والموضوع كبر جدا، يعني احنا كنا في ذروه النكته خلاص، فانا كنت حاسه اللي هو الموضوع ده هيتلم ازاي. احنا وصلنا لنقطه اللي هو خلاص، يعني ممكن المشهد اللي قبل ما هند رستم تروح تقابل عمر الشريف وتبقى قدامه، انا كنت حاسه اللي هو هم اكيد لما يقابلوا بعض هي هتزعق له وتبهدله ومش عارفه ايه وكده، والموضوع هيتلم والفيلم يخلص. لقيت ان احنا لسه في تصاعد اكتر بكتير، لسه قدامنا حبه من التصاعد. وهو كمان الفيلم انتهى زي ما حضرتك قلتوا على فكره ان هو المسرح، هم اوريدي على خشبه مسرح، واوريدي كانوا عمالين يلفوا، وفي كده زي
بيحصل كده بيسموها ميتا مومنت، اللي هي سيلف اويرنس كده، اللي هو في مسرحيه شغاله وفي نفس الوقت في اتنين بيجروا ورا بعض حوالين المسرحيه، والراجل اللي جوه المسرحيه بيقول اللاينز بتاعته اللي هي تنفع جوه المسرحيه وتنفع جوه الكونتكست بتاع الناس اللي بتجري ورا بعض جوه المسرح. وبعد كده كله بيحصل زي مواجهه وبيفهموا بعض، فبيبداوا ان هم خلاص بقى بيمثلوا قدام الجمهور اللي موجود قدامهم ان احنا جزء من ده ويلا نحيي الجمهور وبتاع، وبالتالي احنا كمان الجمهور اللي قاعد، فبالتالي الفيلم بيقفل القفله دي عبقريه يعني بصراحه تحفه. انا عجبني قوي الكلمه اللي قلتيها بتاعت ميتا، ودي فعلا جايه فروم يعني a younger generation بقى ليها في الفيديو جيمز والدي سي والمارفل فعلا، لان هي فعلا برافو عليكي، هي ميتا مومنت فعلا، يعني ان هو مسرحيه جوه الفيلم وكل بيجي ورا بعضه، انت جوه انسبشن بالظبط. فانت بتتفرج على بيرفورمانس اوف ذا بيرفورمانس يعني. ايوه بالظبط. والشخصيات اللي هو في الاخر هم بيبوسوا، اللي هو شخصيه الدكتور شديد وماله يا اخويا وماله برضه بيعلق عليها والملقن اللي قاعد برضه تحت قول كذا قول كذا. فانت يعني انت سيرك بقى، الموضوع بقى سيرك في الاخر، بس معمول بمنتهى الشياكه. والناس اللي بتتفرج كان في رجاء الجداوي برضه هي صغيره بتتفرج برضه سنس اوف ستايل تاني في الفيلم. رجاء الجداوي بدايتها كانت موديل، فطبعا كانت رفيعه وشيك ويعني كانت عامله دور حلو يعني، كانت لذيذه قوي يعني، دمها خفيف وفريش كده، كانت يعني كلها يعني ما كانش في حاجه في مصر وقتها اسمها موديل اللي هي عارضه الازياء اللي بتنتقل بقى للسينما يعني. وكمان الفيلم فيه اكزامبل على بسيط على الاتنشن تو ديتيلز، ان مش لازم القصه الامبريلا الكبيره اللي موجوده تبقى هي محور النكته، في كمان نكته لحظيه جدا، زي مثلا اللحظه اللي هو يوسف وهبي كان بيتخانق مع مراته وكانوا بيتكلموا، اللي هو يعني وصلته ان هو يتعصب ان هو في اللحظه دي مثلا هيطلقها، فلسه هيقول ان انت بنتي بقى، ولسه هيقول، فراحت داخلين انا فاكره اعتقد الشغاله بتاعتهم بتزغرط بوصول سعاد حسني، فالكونتراست ما بين ان هو هيرمي الطلاق وان في زغروطه. صح. يعني ملاحظه حلوه جدا فعلا. المونتاج ده ذكي جدا يعني، برضو المونتاج حلو قوي الفيلم ده برضو، وده برضو جزء من صنعه الفيلم. صح. طيب تفتكري يا سلمى لو الفيلم ده اتعمل له ريميك بنفس يعني الكونتكست ده او بنفس الادوات الكوميديه دي، هل ينفع النهارده في عصر السوشيال ميديا وان الناس تبقى عارفه تاريخ كل واحد واصله وفصله، واذا كان فعلا مقطع السمكه وديلها ولا نيردي زي شخصيه عمر الشريف في النص الاول من الفيلم يعني، هل ينجح ولا محتاج شويه تعديل يواكب العصر يعني؟ يعني مع كامل احترامي انا بس حاسه ان احنا ما عندناش الكاست والكرو اللي يقدروا يطلعوا العبقريه كلها اللي احنا بنتكلم فيها دي، لان الفيلم ده مش معتمد على التمثيل ولا معتمد على الكتابه ولا معتمد على الاخراج، هو معتمد على كله، ان كله يبقى في البيك بتاعه. فانا متاكده ان في عشرات الافلام السنويه الروم كومز اللي بتحصل، هو اصلا السينما حاليا معتمد اعتماد كلي على الرومانتك موفيز والكوميديز او الروم كومز على بعض، ولا واحد منهم بيبقى عنده نفس النجاح ولا التأثير اللي فيلم زي إشاعة حب هيبقى موجود زيه، لأن احنا مفيش القدرة ان احنا نعمل فيلم بالجمال ده وبالتفاصيل دي. وفي نفس الوقت جزء من الجمال الفيلم ده ان هو محتفظ بشكل الزمن بتاع الكونتكست بتاعه. يعني احنا قعدنا نتكلم فترة على الفساتين والشياكة، ودي حاجة مثلا مش موجودة دلوقتي، ولو احنا دخلنا العوامل اللحظية اللي موجودة حاليا زي مثلا السوشيال ميديا، او ان مثلا هم يعني ببساطة شديدة بدل مثلا ما الرومرز هتبقى موجودة بالمونتاج الجميل بتاع ان كل واحدة ماسكة التليفون شفتي سمعتي عملتي، هيبقى مثلا بوست على السوشيال ميديا، فكل حاجة حلوة في الفيلم هتبدأ ان احنا نطوعها بشكل مختلف لحد ما الفيلم هيفقد كيانه اللي هو بتاع إشاعة حب نفسه يعني. واعتقد قصة إشاعة حب اصلا كليشيه جدا لو احنا جردناها من كل التفاصيل خالص، وعبارة عن زي ما احنا قلنا واحد نيرد وواحدة كول، والنيرد بيحاول يبقى كول عشان يوصل للكول مش اكتر، اللي هي اصلا تروب موجودة بجد كل سنة بيحصل منها مئات الافلام الاجنبية والمصرية، ومع ذلك مفيش واحد منهم عارف يوصل لحاجة زي إشاعة حب. يعني هو الغريب ان زي ما سولي قال
ان الفيلم اللي يعني النقاد اجمعوا ان هو احسن فيلم كوميدي مصري، ابطاله باستثناء عبد المنعم ابراهيم ما نقدرش نقول عليهم كوميديانات بصوره صريحه، علما بان عبد المنعم ابراهيم اصلا ممثل مسرحي من الطراز الاول، يعني ما يختلفش كتير في خلفيته عن يوسف وهبي. لكن هل ده راجع لان فطين عبد الوهاب هو نفسه مخرج كوميدي قدر يطلع كوميديا من عمر الشريف وكوميديا طبعا من يوسف وهبي؟ يعني انا مش قادر افهم، يعني ما طلعش مثلا حاجه لفؤاد المهندس ولا لعادل امام ولا لاسماعيل ياسين يطلع فيلم لممثل كان معروف بأدواره يعني الرومانسية، نهر الحب، لوعة الحب، في بيتنا رجل، وهكذا، اللي هو بعد كده راح بقى دكتور جيفاجو وبقى راح هوليوود وكده. فيعني ده أعتقد كل ده يرجع إلى فطين عبد الوهاب، لأن زي ما سولي قال في الأول يعني أي فيلم كوميدي حلو خالد في الذهن، في الذاكرة الجمعية المصرية اللي اتفرجت على الأفلام دي وعصرتها أو شافتها ككلاسيكيات، اعتقد يعني اي فيلم كوميدي هنتذكره في الاغلب هيطلع فطين عبد الوهاب، اعتقد يعني. هو كمان في نقطة كمان، فكرة ان يعني اسهل ان الممثل اللي متعود على الكوميدي انه يعمل دراما عن العكس. يعني بنشوفها احمد امين، مش عارف، يعني في كتير ناس كانوا بيعملوا كوميدي وقلبوا وعملوا دراما والاكشن نجح، بس ان انت تبقى اوريدي دراما وتعمل كوميدي سهل قوي انها تقع منك يعني. فان هو يعملها كده، واعتقد اكتر سمة في فطين عبد الوهاب خلته هو از هو فعلا السنس اوف ستايل بتاعه. الراجل ده عنده عين استاتيك مفيش زيها يعني، كستايل زي ما قلنا، اختيار يعني هو يختار الممثلين دول واللبس والديكور والمزيكا وستايل الاخراج اللي هو فيري سليك. فهو ونفس الكلام يعني مراتي مدير عام، يعني شادية وصلاح ذو الفقار مش كوميديانز، بس ان هو يطلع لك بالشكل ده من حواء دبن عبد العزيز ورشدي أباظة، يعني في حاجات كده. فهو راجع يعني تاني. لو اقدر اجاوب برضو على السؤال اللي انت طرحته لسام الاول، هل ممكن فيلم زي يتعمل دلوقتي؟ اعتقد ممكن، بس محتاج فعلا رئيس المركب يبقى زي فطين عبد الوهاب، وهو ده بقى اللي يقدر يختار مين الناس. لان اعتقد في ناس يعني ينفع يتعمل فيلم ده بس بشكل طبعا مختلف، بس لازم رئيس المركب دي يبقى حد زي فطين عبد الوهاب، ودي اللي صعبة قوي قوي قوي. وده مش ذم في الجيل ده ذم في اجيال كتير جدا يعني. that's why مفيش فيلم زي ده اتعمل في الثمانينات ولا في التسعينات برضو على فكره يعني. وده بدايه دردشتنا ان الافلام دي لما سلمى شافت فيلم جاءت حب، ايه ده الافلام المصريه ممكن تبقى خفيفه وظريفه يعني. فحتى الثمانينات والتسعينات والالفينيات لو كوميدي بقى هيبقى صعيدي في الجامعه الامريكيه وهمام في امستردام وكده. بس رومانتك كوميدي كده من بعد العصر الذهبي ما بقاش فيه الصراحه، بقى قليل قوي. ممكن هتلاقي حاجات صغيره زي غريب في بيتي، فيلم انت بتحبه قوي يا سمعه، نور الشريف وسعاد حسني، في حاجات كده، بس برضو ما مش كده، مش ستايل. الستوري انا بستخدم كلمه ستايل كتير قوي، والناس بتتضايق لما بنستخدم كلمات انجليزي، بس هو فعلا كده، هو ستايل يعني. هي دي النقطه يعني. السؤال يا سلمى ليكي برضه، انا عايز اسالك بقى، هل انتوا الجيل اللي هو مولود يعني نهايه التسعينات اونوردز، ارتباطكم بالسينما المصريه حتى السينما المعاصره بتاعت دلوقتي زي ما جيلنا احنا ارتبط؟ يعني لما تبقوا قاعدين دلوقتي، انتوا طبعا عندكم فرص مشاهده فيلم اسهل بكتير، لان انتوا مش بس عندكم التلفزيون وعندكم السينما، انت عندكم بقى بلاتفورمز رهيبه، نتفليكس وامازون وديزني وكل الحاجات دي. فبالتالي المعروض كتير قوي، وفي ساتيوريشن جامد قوي، ومسلسلات وافلام وكل حاجه يعني على جاست ا كليك اواي زي ما بيقولوا. هل السينما بالنسبه لكم يعني مهمه؟ هل يعني مش عارف، انا مش عارف اسال السؤال بطريقه مظبوطه يعني. هل في يومكم او يعني في سينوفيلز دلوقتي زي ما في الجيل بتاعنا، ناس بتحب السينما، عايزه تتابعها، عايزه تتفرج عليها، يعرف ايه الفيلم اللي نازل قريب، بتابع اخباره، عنده مخرج معين بيحبه، عنده ممثل معين بيحبه بيتابع اخباره، سلسله افلام بيحب يتابعها ويشوف تفاصيلها ويقرا وراها ويبقى يغوص في اعماقها؟ انا كسلمى شايفه ان السينما حاجه لا تموت، هي مرآة للمجتمع، واحنا كمجتمع السينما
حاجه هتاثر علينا دايما وابدا. وبالتالي بسبب اختلاف السينما اللي موجوده حاليا، اللي هي السينما الحاليه اللي هي وانا هروح السينما اروح ادفع فلوس تذكره فيلم، الفيلم دلوقتي ما بقاش بنفس المعايير اللي كانت موجوده زمان، سواء الثمانينات اللي هي تقيله وفلسفيه، او الستينات مثلا لو هم الافلام بتاعتها شبه اشاعه حب مثلا، فهي ذكيه جدا في صناعتها، بتعلم الانسان الكتابه الكويسه والشخصيات الكويسه والعلاقات اللي ما بين الشخصيات الكويسه. دلوقتي السينما انا من وجهه نظري بتفتقد ده بشكل عام جدا. السينما بقت عامله زي الفاست فود او الاكل اللي هو سريع جدا، الاكل اللي بيشبعك بسرعه قوي بس بيجيب لك مغص بعدها. يعني هو السينما حاليا عشان تخش تتفرج على فيلم كويس في السينما يستاهل الوقت والفلوس وكل حاجه، دي بتحصل مرتين في السنه مثلا، بقيت في افلام طول السنه، ولكن انا بحس ان الافلام اللي موجوده بقيه السنه مش مرآة صحيحه للمجتمع ولا بتفيدني انا كمستلقي يعني وانا قاعده. انا مثلا بتكلم على الجيل بتاعي اللي هو على فكره في جيل اصغر منه وده بيستقبل السينما بشكل مختلف تماما. فاحنا هل في سينيفايلز؟ دائما وابدا هيبقى في سينيفايلز وفي ناس مهتمه بالسينما وبتحبها وبتتغمس فيها، بالذات ان السينما عامله زي الحفره، كل ما انت هتحاول تطلع لا هي بتشدك، وفي حاجات كتير قوي، عوالم كتيره جدا في السينما. انا بس في ناس كتيره وغالبا دول بيبقى الجيل اصغر سنه مني، بسبب وجود مش هقول بقى الستريمينج سيرفيسز زي شاهد ونتفليكس والكلام ده، لا انا كمان هتكلم على وجود السوشيال ميديا زي التيك توك والانستجرام، او وجود الفيديوهات القصيره جدا زي الريلز. دي قتلت بقى السينما من ناحيه تانية خالص. كل الافلام بتتشاف وبتاع، بس الناس مش بتشوفها بطريقه صحيحه، لان فكره الاتنشن سبان او التركيز اللي بيبقى موجود عند المستلقي دلوقتي يكاد ينعدم. خلاص محدش قاعد يتفرج على فيلم ساعه ونص. انا كل ما اخش سينما مع حد من صحابي او كده، لو هم مش سينيفايلز وبيدوروا على كل تفصيله موجوده في الفيلم، هم بيفتحوا الموبايل عادي جدا والفيلم شغال، يبقى الفيلم شغال ودافع فلوس وبذل مجهود ونازل من بيته وبتاع، بس فتح الموبايل يتفرج على ريلز وهو قاعد، لان مش قادر يفضل باصص للشاشه ساعه ونص ساعتين. ممكن مثلا افلام تانية كتيرة جدا، وغالبا كمان ده بيرجع ان الماركتنج تيمز بتاعت الشركات اللي بتعمل افلام فاهمة ده، فبقت تنزل الافلام كمقاطع عادية ريلز موجودة على السوشيال ميديا. فانا بدل ما اخش اتفرج على الفيلم بشوف لي 3-4 ريلز وبفتكر ان انا خلاص كده تجربتي اكتملت مع الفيلم ده. وللمشاهد الطبيعي ممكن ده يبقى تمام، يعني خلاص انت مش ده يعني حاجة مهتم بيها فخلاص، بس كصناعة سينما بجد وناس عندها حاجة تقولها ورسالة تقولها وتأثير الفيلم ده مفروض يأثروا عليا، حاسة ان ده تضاءل قوي 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 الفترة اللي فاتت يعني، وهيفضل يتضاءل. يعني نقدر انا نقول عجبني قوي يا سلمى اللي هي قالتها. سوري يا سمعة معلش، بس يعني اتفضل. كتعليق سريع، انا يعني انا متفق مع سلمى، ومش بس عندنا، ده في العالم كله فعلا. اصلا تعريف السينما اعتقد احنا في مرحله ان هو ممكن يتغير. يعني كونسبت ان الفيلم يبقى ساعتين، ده احنا بقالنا 100 سنه بالطريقه دي. اعتقد ان حتى الزمن المتعارف عليه للفيلم في وقت ما هيتغير، لان فعلا انا عن نفسي دلوقتي وانا بعتبر نفسي سينوفيل، انا لو عايز اتفرج على فيلم جديد انا باخد يعني بفكر كتير قوي، هل انا عندي الانتباه والوقت ان انا التزم لمده ساعتين عشان اتفرج على فيلم جديد. انا ممكن اتفرج على افلام قديمه بحبها مليون مره، بس هل worth the risk او ان انا يعني المخاطره او الوقت اللي انا ابذل فيه ساعتين من عمري عشان اشوف الفيلم الجديد ده ولا لا؟ ولا اسهل لي ان انا اتابع سيريز مثلا كل حلقه فيها 50 دقيقه، فده بالنسبه لي اسهل ان انا اهضمه، او يبقى فعلا ريلز. كنت سمعت انت دايما بتقولي دلوقتي الحاجات الكوميديانز اللي بيعملوا ريلز أيوة على الفيسبوك ده بيضحك اكتر من اي فيلم كوميدي. بالظبط. فحتى التعريف ايه هو الفيلم كزمن وكحاله وكطريقه انتاجه وطريقه تلقيه، اعتقد احنا في مرحله الصناعه والصناعه كلهم احنا على شايفه حاجه جديده مش عارفين ايه هي يت، بس احنا في ترانزيشن كده لاعاده صياغه ايه هو السينما، وهيبقى الحاجات اللي احنا تربينا عليها وكبرنا عليها مش بس في المصري بس حتى سكورسيزي بقى وهيتشكوك وكوبر، ده هيبقى ايه
عمر كده وداخلين على عمر جديد. ممكن يكون غلط، ممكن يكون غلط طبعا، ممكن لا نستمر كده ان بارالل للطرق الاخرى، بس من كتر ما زي ما سلمى قالت الناس ماشيين اكتر في الناحيه التانية دي، ممكن يحصل انا اتفق تغيير جدا. جذري. وبعدين ده الشورت اقتراحي موفيز في القضيه دلوقتي يعني. الشورت فيديوز الريلز بقت فن. كل حد بيعمل ريل، الريل عباره عن فيلم قصير دقيقتين، ليه طبعا. الكلايماكس بتاعه والذروه بتاعته، وليه الافتتاحيه وليه النهايه. وفي ناس بتستخدم كاميرات برافو. اغلى من الكاميرات اللي بتستخدم في السينما. في يعني ده فن من نوع اخر. بس ما ينفعش ان احنا نعمل فيلم صح. طويل ونقطعه حتت صغيره ويقول لك انا كده شفت الفيلم. هو ده الفرق. انا اليومين بالظبط. دول بخبط قوي في كتير قوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب في الكوميديانز اللي هم انت اكيد عارفاهم يا سلمى، اللي هم انور جباوي وادم وحيد وكام واحد كده تانيين. فعلا بقت هي، اعتقد ان هم دول خلاص بقوا، يعني هي السينما دلوقتي او الدراما عموما هتتحول من المسمى ده الى مسمى محتوى، كونتنت، ايا كان الكونتنت ده ايه بقى. لان العيال دي بتعمل فعلا، يعني هم كمان طولوا شويه، يعني بقى في منها حاجات تنفع ريلز قصيره اللي هي 30 ثانيه ولا 40 ثانيه او دقيقه بالكتير، وفي منها فعلا حاجات 3 4 دقائق بس، هو انت تحسي ان انت رحتي في رحله ورحتي وجيتي. وبيصوروها بكاميرات، يعني كاميرات الموبايلات دلوقتي بقت عظيمه، وعندهم ايديتنج سوفت وير، بحيث ان هو بقى خلاص انا يا جماعه مش عارف اوصل لهوليوود ومش عارف اوصل لنتفليكس ولا لاي بلاتفورم من دول اعمل معاه ديل، انا هخلق لنفسي انا البلاتفورم بتاعي طالما عندي وسائل زي فيسبوك بالظبط. ويوتيوب وكده. لان في منهم بقوا براند في الستايل الكوميدي بتاعهم. أيوة. انت اكيد عارفاهم وشفتيهم ايوه وبتتابعيهم. وهم مصر فعلا عندنا براندز. يعني هم فعلا الارت بتاع كرييتنج شورت ريل ده حاجه موجوده وواضحه وصريحه. انا بس حاسه ان المنصات اللي بيتعمل عليها الفيديوهات دلوقتي، وبالذات كمان ان في احنا كده بنعتبر في نقطه انتقاليه ما بين ان الناس لسه مش فاهمه قوي النت ده بيعمل ايه والسوشيال ميديا دي التاثير بتاعها عامل ازاي، وما بين ان احنا فاهمين ان الحاجات دي ليها جمهورها وليها فلوسها وليها فرصها. فالشركات اللي بتعمل افلام او عندها حقوق الملكيه بتاعه الكونتنت نفسه لسه مش مستوعبه ان انا من حقي كمراجع افلام مثلا ان انا استخدم الكونتنت ده. فده هي الازمه هنا، ان الموضوع ده بالذات ايوه قوي قوي قوي. يعني انا عانيت منه كتير انا جداً. مثلا وأكيد انا أنت كسلمى كمان. بشوف افلام مصريه قديمه. الافلام المصريه القديمه دي عايزه استخدم فيديو 4 ثواني للمشهد مثلا الفلاني، ولا عايزه احط صوره، ولا عايزه احط، عشان اولا انا مش جايه اسرق الفيلم ولا اي حاجه، بالعكس انا جايه ان انا ابرهن على الجمله اللي انا بقولها بدليل موجود على الشاشه. لكن ده بقى صعب جدا، لان انا يعني مثلا قناه سلمى تسال اللي حضراتكم اتفرجتوا عليها دي مثلا اتقفلت، وعملت واحده تانية لمجرد ان اتعمل لي كوبي رايت سترايك كذا مره. ده زي حاجه شغلي حزينه بالظبط يا جدا، سلمى. حاجه حزينه جدا، واتاثرت جدا لان انا كنت انا كان كل همي ان رحله استكشافي للسينما المصريه تبقى موجوده بالتاريخ مدونه في حته معينه زي كده مذكراتي. طبعا ده بقاش موجود خلاص يعني. يعني ما عنديش مشكله ان يبقى فيه شورت ريلز ويبقى انت بتماركت لافلامك في الشورت ريلز وكل حاجه، ما فيش مشكله. بس زي ما انت بتستفيد من المنصه دي، سيب المراجع مثلا يستفيد برضو بان هو يستخدم 4-5 ثواني تحت طبعا كل تحت قوانين الفير يوس وكل حاجه. بس حتى دي بقى فيها كلام كتير ونقطه رماديه يعني. نفس الكلام ده على تعرفوا منه. ان بتتابع ريك بياتو آه. يا سلمى؟ مثلا هو بيعاني اليومين دول يعني معاناة كبيرة برضو كده، زي ما انت عانيتي وزي ما سولي برضو اتقفل له برضو عشرات الفيديوهات اللي كلنا بنعتبرها كنوز يعني لتدوين. فهي برضو يعني هي اعتقد ان ده يعني لازم يتم اعادة نظر في قوانين حقوق الملكية الفكرية، لان هي خلاص بقت سماء مفتوحة. فزي ما انت بتقولي، زي ما هي مفتوحة ليكوا انتوا يا صناع، ان انتوا صناع كبار الشركات الكبيره، ان انتوا تحطوا ريلز بتاعتكم وتستفيدوا من البلاتفورم ده،
خلي برضو المراجعين الصغيرين دول برضو يستخدموا، هو لما بيستخدم بالعكس انا برهن على بالظبط. حلاوة الفيلم. ما تقليش حتى ان المونيتايزيشن او ان العائد المادي اللي هيعود على سينماتولوجي او على سلمى تسأل واللي زيها عائد مادي يخلي ان انت تقفل له القناة، ده فعلا. كلها حاجات بسيطة. يعني اعتقد عشان القناة من دول تنتقل الى انها تعمل دخل كبير لصانع المحتوى ده او الريفيور ده، ما اعتقدش ان ده هيأذي اصحاب الافلام ديت او اصحاب الشرايط المزيكا. يعني لسه سوري كان يعني الفيديو بتاع الحلقه اللي فاتت بتاعتنا بتاعت حلقه ارض الاحلام، الانترو بتاعتها اتغير شويه، فبسأل سوري قال لي جاء حقوق ملكيه فكريه على المزيكا اللي حاطينها. تخيل يعني اه فيلم بقاله 70 سنه مجرد عشان 10 ثواني بتاع دغير محمد فوزي عملوا لي كوبي رايت، فاضطريت الاقي فيرجن تاني يعني. والمشكله ان ده بيجي من الافلام بتاعتنا احنا بس، الافلام الاجنبيه مفيش الكلام ده. فده بقى يوريك تخلف بقى، يعني دخلنا في مرحله في حته التخلف بقى، اللي هو يعني بره تيجي تعمل فيلم عن الجاد فاذر ولا مش عارف ايه فاهمين النقطه دي، بس لما تيجي تعمل فيلم مصري بقى له 70 سنه يقول لك لا احنا ما ينفعش. ففي نسبه للاسف ان في ناس كتيره قائمين على الحاجات دي جهله من الاخر يعني. فربنا يستر الصراحه. الواحد انا خايف على قناتي، انا جالي كوبي رايت سترايك من يومين على حلقه الموميا، وعمال بحاول اشوف ايه لا الموضوع بقى مكهرب جدا. والناس اللي بتسالني انت ما ترجع الفيديو اسي، انا ما اقدرش ارجع فيديو اسي لان ممكن يفيد القناه كلها. ده انا بفكر اشيل الفيديو اسيز القديمه علشان ما حدش يشيل لي القناه بعد 10 سنين. فالموضوع بيجي يعني اصلا كلام عنه فعلا والله يعني. بس انا كنت بقول لحضرتك ان انا كنت بعمل كونتنت بالانجلش من 2011، بعمل نفس اللي انا بعمله في سلمى تسأل بس للسينمات الاجنبيه. فين وفين انا اتذكر مثلا من 2011 لحد مثلا 2021 انا جالي كوبي رايت سترايك مره واحده، وده بسبب ان انا كنت مستخدمه جزء كبير جدا من تريلر حاجه، انا اللي كنت غلطانه. لكن بقيت عامه القناه وانا كنت بستخدم عادي مشاهد من سينز، مشاهد من تريلر، مشاهد بوسترز، صور عادي جدا. ولو حد قرر يعمل سترايك فبتبعت له ابيل وتفهمه، فخلاص هو بيفهم ان ده فير يوز فعلا، وساعتها الكوبي رايت بيتشال. لكن دلوقتي هو بيبقى اللي هو انت بتستفيد من الحاجه بتاعتي. هي اولا الفيلم طالما بيطلع هو بيبقى بتاعنا كلنا، ثانيا طالما انا مش عارضه الفيلم مسروق، لا انا باخد 4 ثواني عشان انا بعمل مراجعه للفيلم بتاعك، اللي هو على فكره ممكن قنوات كبيره جدا تعمل مراجعه على فيلم يرجع الناس تاني انها تفتكر الفيلم ده، فيرجعوا ليه تاني فيشاهدوه على المنصه بتاعتك، فيرجع لك انت العائد. فهو ماركتينج فور فري مفروض يعني. لا تمام. حاجات يعني تطرقنا لمواضيع كتيره جدا حلوه جدا، واتس نايس ان احنا فعلا يعني ناخد فريش برسبكتيف وزاويه جديده كده على كل المواضيع دي. سلمى بجد يعني مبسوط قوي 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 ان احنا اتعرفنا على بعض. ويعني اتمنى الناس كلها بقى تخش وتفولو قنوات سلمى، هنحطها كلها في الديسكريبشن. وسمعة كالعاده كده دايما بيطلع بافكار كده ايه مختلفه تماما واكسايتنج، فبرضه بشكرك يا سمعة على الفكره دي. يعني انا اللي بشكر سلمى على يعني انها لبت الدعوه وفعلا يعني اضفت يعني روح جديده كده، وزي ما انت قلت يعني وجهه نظر فريش واسلوب فريش للعرض. فانا حاسس ان انا يعني معاها شفت الفيلم ده لاول مره، يعني فيلم شفته عشرات المرات وحافظه صم، بس يعني لما الواحد يشوف كده وجهه نظر طازه كده بتاعت حد مولود بعديه بربع قرن، يعني ادت احساس ألذ للفيلم. وطبعا يعني انا بدعو الناس كلها انها تتابع سلمى، لان فعلا هي شخصيه متميزه جدا وليها وجهه نظر كده في الحياه، ويعني وهي برضو لها عليها يعني عبء كبير قوي انها يعني يعني تخلي ناس اكتر واكتر سينوفيلز من جيلها، لان زي ما هي قالت ان يعني بسبب ظروف الحياه وتغير طبيعه او نظرتنا احنا للانترتينمنت والتسليه بتتغير، تتحول من سينمات او من سينما الى او افلام الى ريلز. فهي برضو يعني شايله على عاتقها انها تعرف الناس او تخلي الهوايه دي موجوده. واحنا سعداء جدا 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 ان احنا يعني
انها انا ضيفتنا والله اللي معانا حابه النهارده اشكركم يعني. جدا جدا جدا. ده شرف ليا. انا سينماتولوجي اصلا من الحاجات اللي يعني هي كانت سبب من اسباب ان انا نفسي اتكلم عن السينما المصريه. فده بالنسبه لي من احلى ايام حياتي اصلا. يعني انا مبسوطه جدا جدا والشرف ليا، وشكرا على وقتكم والله جدا. شكرا ليكي. شكرا يا سلمى، وشكرا الناس اللي بتسمعنا، وادونا بقى اللايك والسبسكرايب والشير والبودكاست ريتنج والحاجات الحلوه دي كلها، ونفس الكلام لقنوات سلمى اللي هحطها في الديسكريبشن، لحد ما نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. سلام.